السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ انا كنت متردد في الحقيقة اتكلم عن ايه بصراحة، بس قلت اتكلم على حاجة بحبها كبداية حلوة على القناة. النهاردة هنتكلم عن شركة بي ام دبليو بشكل تفصيلي، وهنوضح شوية معلومات لذيذة كده. مبدئيا اول حاجة هنتكلم فيها وهي تاريخ بي ام دبليو. اسم بي ام دبليو اختصار لكلمة بايرشي موتورين فيركل. يعني ايه؟ يعني مصنع المحركات البافاري. وما بالك بقى لما اقول لك مصنع المحركات البافاري. بدأت قصة بي ام دبليو سنة 1916، يعني من اكتر من 100 سنة في مدينة ميونخ بألمانيا. وقتها كانوا مركزين على ايه؟ كانوا مركزين على تصنيع محركات الطيارات. الحكاية بدأت مع الحرب العالمية الأولى، لما ألمانيا كانت محتاجة محركات قوية للطيارات. بي ام دبليو اتخصصت في الشغل ده، وكانت بتعمل محركات قوية وسريعة. أول شعار ليهم كان لونه أزرق وأبيض، وده رمز لمروحة الطيارة اللي بتلف. وكمان الألوانات دي ما كانتش أي كلام، يعني الألوانات دي كانت بترمز للراية البافارية. بعد الحرب لما خلصت، الحكومة الألمانية حددت إن الشركات مش هتقدر تنتج محركات طيارات تاني، ومن هنا بي ام دبليو اضطرت تغير وجهتها وبدأت تنتج دراجات نارية وساعات. في سنة 1923 أطلقت بي ام دبليو أول دراجة نارية ليها، واسمها ار 32، ودي كانت بداية قوية في سوق الدراجات. ولكن الطموح ما وقفش لحد هنا. في سنة 1928 بي ام دبليو دخلت عالم السيارات. أول عربية ليها كانت بي ام دبليو 350، اللي كانت مبنية بالتعاون مع شركة أستون البريطانية. والعربية دي كانت صغيرة وسريعة بالنسبة لوقتها. في السبعينات والتسعينات كانت فترة تحول كبيرة لبي ام دبليو، وابتدت تركز أكتر على الابتكار والتكنولوجيا المتطورة. وفي سنة 1972 أسست بي ام دبليو ام سبورت، وهي وحدة مختصة بإنتاج النسخ الرياضية عالية الأداء. ودي كانت بداية لخط سيارات ام سبورت الشهيرة، زي الام 3 والام 5، اللي بقت أيقونة في عالم السرعة والأداء. ومش بس كده، في التسعينات بي ام دبليو ما اكتشفتش بس السيارات، لكن كمان دخلت في سوق السيارات الهجينة الهايبريد. وفي سنة 2009 أطلقت بي ام دبليو أول سيارة هايبريد ليها، وكانت باسم اي 3، ودي كانت خطوة كبيرة جدا جدا نحو المستقبل. ومع مرور الوقت بي ام دبليو استمرت في التوسع عالميا، وافتتحت مصانع جديدة في مختلف أنحاء العالم، زي الولايات المتحدة والصين والهند. وكمان عملت شراكات استراتيجية مع شركات تانية زي تويوتا عشان يطوروا تقنيات السيارات الكهربائية ذاتية القيادة. بس كده، من غير تفاصيل إضافية عن تاريخ بي ام دبليو، ما نقدرش ننسى بعض الموديلات اللي خلت بي ام دبليو ليها مكانة كبيرة في سوق السيارات. أول عربية معانا وهي بي ام دبليو 3 سيريس، غنية عن التعريف طبعا، كلكم عارفينها، ودي من أكتر السيارات مبيعا، وبتعتبر أيقونة في عالم السيارات الرياضية والفاخرة. تاني عربية معانا وهي بي ام دبليو 5 سيريس، معروفة طبعا بالفخامة والأداء العالي، وبتستخدم كتير في السيارات الفارهة. وطبعا انا مش هتكلم عن ال5 سيريس كتير، لان طبعا كلكم عارفين ان ال5 سيريس كان جزء كبير من نجاح شركة بي ام دبليو. ثالث عربية معانا وهي المفضلة عند الجميع، البي ام دبليو الاكس سيريس، ودي بقى سلسلة سيارات الدفع الرباعي الاكس درايف، زي الاكس 5 والاكس 3 والاكس 4 والاكس 6، وخصيصا الاكس 5، لان الاكس 5 كانت نقلة كبيرة جدا لشركة بي ام دبليو. وطبعا انا مش هتكلم عن سيارات الاكس درايف اللي جمعت بين الفخامة والاداء العالي والقوة والحضور. نخش على رابع عربية معانا وهي الأخيرة، وهي البي ام دبليو الاي سيريس. وهنا بقى في التركيز كله على السيارات الكهربائية، زي الاي 8 والاي 4 والاي 3.
عايزين نختم بان بي ام دبليو بقت من اكبر واشهر شركات السيارات في العالم، وطبعا بفضل تاريخها الطويل والمليء بالانجازات، من محركات طيارات لدراجات ناريه لسيارات فاخره. بي ام دبليو دايما كانت في طريقه الابتكار والتطور، وده بيخليها تستمر في جذب محبي السيارات حول العالم وتبقى رمز للاداء والقوه والفخامه الرياضيه. وبس كده، مش هطول عليكم كتير، وان شاء الله في الفتره الجايه هبدا اكثف من الفيديوهات واعمل مقارنات. ولو حابين ان اتكلم عن حاجه معينه في مجال العربيات تقدروا تكتبوا لي في الكومنتس. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وما تنساش تشير الفيديو لاصحابك اللي بيحبوا مجال العربيات. وشكرا، سلام عليكم.